مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم. الليلة في مبدعون نلتقي مع أحد أبرز القصصيين العراقيين. استوعب تراثه وتاريخه وأعاد تمثيله بشكل جديد ومعاصر، مبتعدا متجاوزا حلقة التجريد واصطناع الهلوسة الفكرية أو النفسية لدى الشخوص القصصية. مبدعنا الليلة هو الصحافي والروائي جمعة اللامي، فمرحبا بكم جميعا. بدأ عاصفا في من قتل حكمة الشامي، ثوريا في الثلاثيات، عاشقا صوفيا في مجنون زينب. هكذا جاء جمعة اللامي، غامضا وكثيفا منذ الخطوة الأولى إلى اليوم. جمعة اللامي الذي يتذكره القاصون العراقيون كما يتذكر القوم الرحل نجما هاديا، كان بحثه ولا يزال عن الحقيقة العراقية، لكن ليس انفصالا عن الانتماء القومي، بل ثبرا وإبداعا في سيرة تكوين الشخصية العراقية. وهكذا سكن التاريخ أبطاله، فهم يجدون أنفسهم مقذوفين في أحداثه الماضية البعيدة أو القريبة، ويرجع هذا التوجه عند كاتبنا إلى اعتقاده الراسخ بأن خصوصية الإنسان العربي في تاريخه وتراثه إلى جانب ما تملكه الشخصيات التاريخية من وضع روحي وثقافي